كانت الحمد لله. واحد الشاب كنت خدمت معاه كان يلاه تزوج، وكان وقع له مشكل نهار العرس، وقال لي ان شاء الله باذن الله تيسر الامور رانا غنجيب لك كيطمه. ها هو وشو سبحان الله جات مع هذه المناسبه الاليمه ديال ولدي اللي تسرس، جاب لي مسكين كيطمه الله يرحم له الوالدين. وانا رانا كنت هضرت قبيله في شوف التيفي قلت غنعطي 300 حاله اي قناه جات لعندي كادو من عندي في سبيل الله، غتكون في ميزان حسنات هذاك ديك القناه كامله بالطاقم ديالها بالصحافه كامله، وداك الصحفي اللي جا لعندي انت خويا اجي انت والزوجه ديالك ولا عندك شي 10 من العائله ديالك رقيه على حسابي، ولا جمع لي الناس ونجي عندك للدار. لان علاش؟ باش ما يوقعش عليا عاوتاني الدار كان هنا في المركز. شوف جمع 10 من عائلتك ما عندهمش رقيه على حسابي، ياك شهاده الحق داك النهار كان واقع لك مشكل فاش ترقيتي مشيتي جيب الله التيسير، طلبت لك شي فلوس صعبت عليك قلت لك شي حاجه الحمد لله. حتى حنا ولدنا وقع له مشكل الحمد لله الناس واقفين معانا، والبوليس حتى هما كذلك. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وتنقول للقصير ما تبقاوش تعداو على ولاد الناس، ما تبقاوش تعداو ولاد. شكرا اخويا الله يفتح عليك، شكرا الله يجزيك بخير الله يرحم الوالدين. واحد الدريري مسكين هي دابا صون عليا قال لي مسكين عمي الله يسعدك 100 ريال، او ما كنتش عول عليها هو مسكين عطاني 1000 ريال، انا غنهز منها واحد 10 درهم وغنعطيها له في سبيل الله الدريري هذا في سبيل الله الله يرحم الوالدين. شكرا اخويا.